بسم الله الرحمن الرحيم. إلى القضاء العراقي: نطالب بمحاكمة جميع رجال الدين لجميع الديانات بتهمة النصب والاحتيال وفق المادة 56 لكذبهم على الناس واحتيالهم على الناس بقصص وروايات حدثت قبل مئات السنين ومجهولة المصدر، ونطالب بمحاكمتهم وفق المادة 260 انتحال شخصية لادعائهم أنهم أبناء الله ووكلاء الله على الناس، وخربوا حياة الناس بكذبهم واحتيالهم، وهذا العراق يشهد عليهم. منذ عشرات السنين يحكمون العراق ولا يوجد بالعراق جانب حياتي واحد يسير بالاتجاه الصحيح. يا القضاء العراقي، لا بد أن تتخذوا موقف. الديانات منظمة إرهابية، قتلوا الناس بتفريقهم إلى مذاهب وطوائف تكره بعضها البعض، وسرقوا ممتلكات الدولة والناس. فتوى ممتلكات الدولة مال مجهول، مالك مجهول. ومن مسيطر على ممتلكات الدولة؟ هم. وحللوا السرقة فسيسرقون براحتهم. وتعلمون أنتم يا القضاء العراقي كم سارق ملفاته عندكم ولم تحاكموا. سرقات باسم سرقة القرن وغيرها، كلها تريليونات بالأطنان. العد تعب، بعد ما يعدون قاموا يوزنون بالأطنان. اللي هنا وكافي. يا القضاء العراقي، الحكومات تزول والشعب باقي والوجوه تتلاقى. يا القضاء العراقي، لا بد أن تتخذوا موقف. أنتم قضاء، والقضاء معناه قضاء الله، فلا تكونوا مع الباطل ضد الشعب. والشعب جائع وعطشان ومغلوب على أمره، وبيدكم القرار.